عمرك سألت نفسك ليه دايما مطلوب من الراجل إنه يكون زي الجبل، صامد وثابت ما بيتهزش؟ ليه الكتالوج اللي اتربينا عليه بيقول إن الراجل ما ينفعش يضعف، ما ينفعش يشتكي، ما ينفعش حتى يتعب؟ كل واحد فينا من وهو صغير بتتحط عليه ضغوط ومسؤوليات، لازم تذاكر وتجيب مجموع، لازم تشتغل وتنجح، لازم تتجوز وتفتح بيت، لازم تبقى سند لأهلك ولولادك، ومطلوب منك تعمل كل ده وانت مبتسم وانت قوي وانت اللي بتتحمل كل حاجة، ولازم تسكت. كم مرة رجعت من الشغل أو من مشوار طويل حاسس إنك شايل الدنيا كلها على كتافك؟ الدماغ بتودي وبتجيب، والفواتير ومصاريف العيال، قسط العربية، مشاكل الشغل اللي ما بتخلصش. كل ده وانت بتفتح باب البيت بابتسامة مصطنعة وبتقول أنا كويس الحمد لله، وتخبي الباقي جوه. الخوف من إنك تتشاف ضعيف أو إن الناس تقول عليك مش قد المسؤولية بيخليك تكتم كل اللي جواك. في الكتالوج بيقولك عيب الراجل يعيط، عيب الراجل يفضفض، عيب الراجل يطلب مساعدة. بس الحقيقة الكتالوج ده محتاج يتغير. الراجل مش مكنة بتشتغل، الراجل إنسان ليه قلب ومشاعر وروح بتتعب زي أي حد. إنك تتعب ده مش ضعف، إنك تحس بضغط ده مش ضعف، إنك تبقى محتاج تتكلم ده مش ضعف. القوة الحقيقية مش في إنك تكتم وتظهر إنك بطل خارق. القوة الحقيقية إنك تكون صادق مع نفسك ومع اللي حواليك. فضفض يا صاحبي، فضفض لو مع أقرب صديق ليك، أو مع شريكة حياتك اللي بتحبك وعايزة تشوفك من أحسن الناس، أو حتى لو مع حد متخصص لو حسيت إن الحمل زاد أوي عليك. مين قال إن الراجل ما ينفعش ياخد أجازة من ضغوطات الحياة؟ مين قال إن الراجل ما ينفعش يعمل حاجة لنفسه يبسط بيها روحه ويفصل بيها عن الزنقة؟ صحتك النفسية دي أمانة. لو أنت مش كويس نفسيا مش هتعرف تكون كويس لا في شغلك ولا مع أسرتك ولا مع أي حد. رسالتي ليك النهاردة يا بطل، أنت مش لوحدك. ملايين الرجالة حواليك بيعدوا بنفس اللي أنت بتعدي بيه. اكسر حاجز الصمت، ارفع السماعة، اتكلم، عبر عن اللي جواك. مش معنى انك بطل انك ما تتعبش، معنى انك بطل انك بتكمل وبتحارب، بس وانت واخد بالك من نفسك عشان تفضل البطل ده للأبد.